واخيرا برج محمد السادس اللي كنا كنتسناوه شحال هادي واخيرا تحل البارح، واللي ما كيتعتبرش نهائيا برج عادي. الا دخلتي ليه لداخل هذا البرج ما كيتعتبرش غير عماره وصافي، ولكن هذا مدينه وسط السماء. 250 متر ديال الطول و55 طابق اللي فيه، يعني فين ما كنتي في الرباط ولا سلا غادي يبان ليك. والبارح بامر من جلاله الملك محمد السادس ولي العهد الامير مولاي الحسن دشن هذه الاسطوره. برج محمد السادس اول سر خطير اللي غادي يصدمك في هذا البرج كاين تحت الارض. الاساسيات اولا الساس ديالو محفور ب 60 متر تحت عمق الارض. علاش في نظركم؟ باش يقاوم الزلازل وفيضانات فؤاد ابي رقراق. هذا البرج فيه نظام مبتكر ضد الرياح، يعني تكون العاصفه برا وانت في طابق 55 كدير شي لعيبه ولا كتشرب قهوه ديالك ما غادي تحس بحتى شي حاجه. تخيل معايا 36 سنسور كيطيروا بك للفوق ولتحت بالزربه، والداخل ديالو عالم اخر. وكاين اوتيل في داخل هذا البرج وفندق داكشي كامل اللي فيه فاخر واللي فيه شقق خياليه ومكاتب كلاس. والواعر في هادشي كامل هو اللي كاين الفوق في الاخر ديالو، واللي هي الاطلاله الخياليه في المرصد. الا طلعتي لتما عندك واحد الاطلاله واعره على مدينه سلا ومدينه الرباط، خيال علمي. واهم حاجه ركزوا عليها في هذا البرج هي انه ذكي وصديق للبيئه 100%. عنده جوج ديال الواجهات هربانين. الواجهه الاولى هي اضاءه ديناميكيه كتشعل في الليل، وواجهه واحده اخرى كلها الواح شمسيه، يعني الطاقه ديال البرج كيستمدها من الشمس. وداكشي علاش قلت لكم برج صديق للبيئه 100%. وماشي غير هادشي، زيدوا مازال راه حتى الماء ديال الشتا كيجمعوه وكيعاودوا يستعملوه. وهادشي هو اللي خلى هذا البرج ياخذ جوائز عالميه ويخليه يكون هو افضل برج في افريقيا، وبصمه رسميه على ان الرباط هي عاصمه المغرب وهي مدينه الانوار. ولكن واش هذا البرج غادي تحسب على الرباط او لا على سلا؟ المهم البرج كيبان حتى من الرباط، يعني ديال الرباط حتى هي. وبصفه عامه هذا انجاز ديال بلدنا الحبيب اللي خصنا نفتخروا بهذا الانجاز العظيم اللي زادنا هيبه قدام العالم. المهم حنا كمغاربه كنفتخروا بهذه الانجازات، كيفرحونا بحال هذه الانجازات. والله ينصر سيدنا ملكنا الحبيب والله يشافيه والله يحفظوا البلد ديالو العظيم. جاوبني في لي كومونتير واش بغيتي تمشي تجلس في طابق 55 من برج محمد السادس وتشوف ديك الاطلاله الخياليه ديال مدينه سلا والرباط. بارطاجي الفيديو مع صحابك باش يشوفوا المغرب فين وصل وما فيها باس. خلي معك ديك لايك، راكم ما كديروهاش، نتوما ديروها. يلا دابا نزل ديرها. وما تنساش تاني معاك والاساسيه هي ديك سبسكرايب مع تفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد من عند خوكم وحبيبكم سفيان البغدادي. وإلا كنتي جديد واول مره تشوف القناه ديالي ما تنساش دير معك ديك سبسكرايب مع تفعيل الجرس. كيف العاده كان معكم سفيان البغدادي. الله.